السلام عليكم. تصريح خطير من رونالدو بعد فوز المنتخب على فريقه والإقصاء من كأس العالم ليصدم به الملايين. استمع ماذا قال. قبل البداية ما تنسوش الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل جديد. بعد الانتصار على هذا الأخير في دوري كأس العالم ليسطر المنتخب المغربي اسمه من ذهب في التاريخ الكروي، حيث لم يسبق لأي فريق عربي أو إفريقي الوصول إلى هذا الإنجاز، الوصول إلى مربع الأربعة الأقوياء في العالم ليواجه منتخب الديوك. وقد قال رونالدو لعدة من القنوات الإخبارية نذكر منها قناة الكأس القطرية: هذا من أحزن الأيام في حياتي، لأنني على صدد إجراء آخر بطولة كأس عالم في مشواري الرياضي. للأسف الشديد تم إقصاؤنا من طرف منتخب الأسود، ولم أتوقع الإقصاء أمام هذا المنتخب في هذه البطولة، لكن الأسود ظهر لاعبوه كمقاتلين في أرضية الميدان، وقد استحقوا هذا الفوز بجدارة. وأكثر ما أحزنني هو مدرب البرتغال سانتوس، حيث قام بإبعاده عن التشكيلة الأساسية لفريق في هذه المقابلة الحاسمة. فلو شاركت منذ البداية لقمت بتسجيل أكثر من هدف، وهذا من حظ منتخب المغرب أنني لم أشارك أساسيا من البداية. وقد أصبح المغرب عقدة المنتخبات الأوروبية، فاز على بلجيكا وأقصى إسبانيا، واليوم جاء دور البرتغال يخرج من المنافسة وتعادل أمام أوكرانيا التي فازت على البرازيل. ولهذا أصبح المنتخب المغربي هو الحصان الأسود في المونديال القطري لهذه السنة. وفي نظري سيصل إلى أبعد نقطة في هذه التجربة الكروية، بإمكانه الفوز على فرنسا في الدور النصف، وأرجح بالفوز بكأس العالم. وقد أعجبت جدا باللاعب سفيان، لأنه من أفضل اللاعبين في هذه البطولة حتى الآن. إنه يمتلك قوة 4 رجال بداخله بسبب مجهوده الخارق الذي يقدمه داخل الملعب. وفي النهاية أتمنى النصر للمنتخب الوطني المغربي، فاللهم انصر فريق المنتخب الوطني المغربي للأسود، اللهم انصره كمان وكمان، وأن يفوز على فرنسا، واجعل مرماه سدا منيعا أمام هجومات وأمام قذفات المنتخب الديوك، واجعل لاعبيه محميين من جميع الإصابات والعين. وإن كنت محبا للمنتخب الوطني المغربي لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك لكي يصلك كل جديد.